السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يوم كله خير وبركة وطاقة ونشاط. نبدأ اليوم بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو انت اول مرة تزور قناتي نوريني باشتراكك عن طريق المستطيل الاحمر اللي تحت الشاشة. اضغطي عليه هيظهر لك الجرس، اختاري الكل علشان كل الفيديوهات اللي بنزلها توصل لكم بإذن الله. وما تنسونيش بلايك للفيديو تشجيعا منكم ليا. نبدأ يومنا نقول بسم الله. صباح الفل وصباح النشاط وصباح الطاقة الإيجابية، ويومكم سعيد مبارك يا رب علينا وعلى الجميع. نبدأ اليوم بتاعنا بكل همة ونشاط، والله المستعان. صباح الهنا والسعادة عليكم يا رب، يا أحلى أخوات وأحلى عيلة. ربنا يا رب يسعدكم ويكبر بخاطركم ويبارك لي فيكم، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة روتين حلو جدا وكده، يوم بيتوتي، يوم حلو كده قمر. هنستمتع فيه مع بعض، وكمان هنحب بيتنا كده، ويعني ايه نرضى بحالنا، اللهم لك الحمد لك الشكر. وتحسي ان انت كده ايه ملكة في بيتك، يعني انت ملكة. بتنضفي وبتشوفي مصالح بيتك وعايزة بيتك يظهر على اكمل وجه، ما يبقاش ناقصه اي حاجه، من حيث النظافه ومن حيث الترتيب ومن حيث ان انت تحاولي الاكل لاولادك وبتعملي الاكل وكده. فربنا يا رب يعيننا جميعا ويقوينا يا رب. في اول اليوم عملت كده كوبايه القهوه بتاعتي طبعا بعد الفطار. انا مش عارفه اليومين دول بتسال يعني كتير كذا سؤال: يا بسمه انت عامله دايت؟ يا بسمه انت مقلله اكلك؟ السؤال ده اتكرر اكتر من مره في اكتر من فيديو. انا ولا عامله دايت، انا ولا مقلله اكلي ولا اي حاجه خالص خالص، انا زي ما انا. وانا اصلا طبيعه اكلي ان انا يعني بصوا يعني بصوا انا باكل بس عشان خاطر ان انا ايه اقدر اقوم واقف على رجليا ويعني فاهمين ان انا اقدر اشوف مصالح بيتي وكده. انما انا مش من محبين ان انا الاكل الكتير بقى، وان انا اقعد اكل كتير. يعني الاكل الكتير بيساوي امراض بصراحه. انما انا باكل كل حاجه، مش حارمه نفسي من اي حاجه خالص. باكل حلويات وباكل يعني، وبشرب عصاير وبيبسي وبفطر وبتغدى. العشاء هو اللي ممكن انا ما بتعشاش عشان انا ما بكونش جعانه، يعني فاهمين اللي انا مش ببقى جعانه او حاسه. انا مش بحس بجوع، انا بحس بهبطان. يعني ان انا لما مثلا علشان اتغدى او كده ما بكونش جعانه، بطني مش جعانه، مش بتصوصو، بس بحس ان انا كده ايه هبطانه وحاسه ان انا دايخانه ورجليا مش شايلاني فباكل بس وخلاص. انما انا مش عامله دايت او كده. طب انتي خاسه؟ انا والله انا زي ما انا مش خاسه ولا اي حاجه. انا يعني عادي، ما مش اولا ما بوزنش، وبعدين انا حاسه ان انا زي ما انا ما خسيتش ولا اي حاجه. فالحمد لله ربنا يدينا الصحة ويكفينا شر المرض والأكل. يعني بصوا احنا بناكل علشان نعيش حاجة تعيشنا، حاجة ان هي ايه تخلينا نقدر نقف على رجلينا ونتحرك ونشوف مصالح بيتنا ونبقى فايقين. مش عايشين علشان ناكل. يعني في فرق ما بين الاتنين. انت عايشة عشان احنا مش عايشين عشان احنا بناكل عشان نعيش، يعني اللي يمشينا. مش عايشين للأكل وخلاص، ان احنا اكل بقى بكميات كبيره وكده. حد في متابعه كانت مستغربه بتقول لي: يا بسمه انت ازاي صينيه المكرونه النجريسكو دي بتكفيكوا يومين اتنين؟ عايزه اقول لك اقسم بالله انا كمان في اتبقى قطعه كده كانت اتبقت حطيتها في علبه وفي الفريزر. يعني تخيلي ان صينيه النجريسكو اللي انا بعملها مع حضراتكم دي مشيتنا يومين اتنين، وكمان اتبقى قطعه حطيتها في الفريزر. هو انا وولادي وجوزي اكلنا كده، اللي هو الحمد لله الحمد لله حلو جدا برضو، مش حارمين نفسنا من اي حاجه. ومش يعني انت بتقومي قايمه من على الاكل الحمد لله شبعانه، مش ان انت بقى جعانه او الاكل قليل وكده. ففضل ونعمه، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. لان طبعا كتر الاكل بيجيب امراض وسمنه وسكر وكوليسترول ودهون ثلاثيه والحاجات من دي كتر الاكل. فانا يعني انا الحمد لله الحمد لله طبيعتي ان انا يعني مش بحب اكتر في الاكل الحاجه، او هي نفسي كده. انا مش حارمه نفسي من حاجه، باكل محشي وباكل كل حاجه الحمد لله يا رب والشكر لله. ويا ريت يا ريت اخس، يعني انا نفسي ان انا اخس عن كده كمان. بس بصراحه جربت مع نفسي من كام سنة كده، كنت عملت الصيام المتقطع. كنت تعبت قوي 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 بصراحة، وكان دخل عليا كمان كورونا فحرمت ان انا اعمل حاجة مع نفسي. لو اي واحدة عايزة تخس
تمام، خسي بس مع دكتور متخصص، لان دكتور هو اضرب حالتك انتي، مش مثلا حد يكون ماشي على دايت او ماشي على نظام غذائي معين. مثلا اختي او زميلتي او اي حاجه، اقول لها طب هاتي النظام اللي انتي ماشيه عليه، هاتي علشان انا همشي عليه. غلط، ده اكبر غلط ان احنا نمشي على النظام انظمه غيرنا. لا، انتي روحي لو عايزه فعلا ان انتي تمشي في حوار الدايت والخسسان وهكذا، روحي للدكتور، هو اللي أدرى بحالتك، أدرى يكشف عليكي، يشوف ايه المناسب ليكي، لأن طبعا مش كل الأنواع أو مش كل الأجسام هي جسم واحد أو نفس الجسم، فاهمين قصدي؟ فربنا يا رب ييسر لنا الحال جميعا ويا رب اللي نفسها تخس تخس، واللي نفسها تتخن، لان في ناس برضو بقى نفسها تتخن، يا رب اللي نفسها تتخن تتخني كده وتقلبزي وتبقلزي وتبقي أمورة وحصيلة ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. بصوا بقى، انا اليوم كنت طلعت عايز اقول لكم الديك ده هو، يعني بصوا انا كده ارتحت، كان مجنن اخواته، كان بصوا مطلع عينهم بصراحه. ما بيخلوهمش ياكلوا، دايما بيضربهم، هو بصوا صغنن مش كبير قوي، بس مجنن اخواته، وانا خلاص جبت اخري منه. فقلت له بص انت جبت اخرك بقى معايا، تعالى لي، عايزه اقول لكم دوخني يعني فرهضني كده على ما مسكته بصراحه. فكنت صحيت مش بدري قوي، وطلعت ويعني ذبحته ونضفته، ويعني هو ده صابح، كنت في اليوم ده، كنت في اليوم اللي انا هعمل فيه المحشي، كنت طلعت ذبحته ونضفته وحطيت ايه الاكل للطيور بتاعتي وكده، ونضفته بقى الحمد لله الحمد لله. انا اللي انا كنت ذبحتهم قبل كده ونضفتهم، كان للاسف جلدهم كان اتقطع معايا وما كانش نافع ان هو يتحشي، لما جلد بيتقطع طبعا مش هينفع ان احنا نحشيه. فانا المره دي بقى كنت بحسس عليه علشان ان هو الجلد ما يتقطعش معايا، والحمد لله نضفته وخليته بقى زي الفل، ونقعته في ملح ودقيق وليمون، بلاش خل. مش عارفه ليه، صراحه انا مش عارفه ليه، في ناس بيقولوا بلاش الخل علشان بيخلي ريحه الزفاره تبقى قويه في الحاجه او كده. برضو انا وانا مش مقتنعه برضو بالحكايه دي، لان انا كنت الاول بحط نقطه خل في الميه، عايزه اقول لكم كانت بتقضي تماما تماما على الزفاره، يعني ما بتخليش اي اثر للزفاره. المهم ما بقيتش ما بحطش خل وخلاص، انما اللي انا حطاه ملح ودقيق وعصر ليمون. الليمون بيخلي ريحه الفراخ كده جميله، يعني بصوا الحاجه تكون ما شاء الله منقوعه، تكون حلوه كده وريحتها زي الفل. عندي هنا عملت انا من اول ما كنت نزلت من على السطوح، كنت غسلت كوبايه رز واحده، كوبايه واحده بس، وكنت نقعتها. انتوا عارفين ان انا بحشي الفراخ او الحمام بالطريقه دي بنفس الحشوه، عايزه اقول لكم بتبقى حاجه كده روعه، يعني حاجه كده في منتهى الجمال. انقعي كوبايه الرز دي ساعه ساعتين ثلاثه عادي جدا جدا. طبعا نقع الرز ده بيخلي الرز كانه نص سوا، فاهمين قصدنا؟ حتى انت لو مثلا غاسله شويه رز وهتعملي الرز مثلا بشعريه جنب خضار، لو الرز منقوع بنقلل شويه الميه بتاعه سقو الرز، فده منقوع، الرز ده منقوع بقاله حوالي ساعتين. ف هحشي بيه بقى، بشرت له بصلايه وطماطميتين كده عشان تخليه مسكره، وملح بفلفل، ونص معلقه سمنه كده، ودعكت بقى الرز كله كويس قوي قوي مع بعضه كده مع البصله والطماطم. وعايزه اقول لكم بقى حاجه كده قمر، حاجه حلوه جدا جدا جدا. انا بحشي الحمام بنفس الحشوه دي، بحس ان هي خفيفه ولذيذه وطعمها بيبقى حلو قوي. عندي هنا الميه بقى كنت مولعه عليها، هبدا ان انا فلفل اسمر حبهان 7 بهارات، لا فلفل اسمر زي ما اتفقنا، عايزينها حاجات صحيحه، فلفل اسمر وحبهان ورق لوري وكبابه صيني وبصلايه وطماطمايه. الطماطم بتدي للشوربه تسكيره حلوه كده وبتبقى مسكره وجميله. الميه غليت، هنزل بالديك بتاعه، وبقيت اقول يا رب يا رب ما يتقطع يا رب. بصوا انا لما اكون محاشيه فراخ او حمام، ابقى اقعد ادعي بقى ربنا كده، يا رب ما يتقطعش، يا رب كده يطلع كده امور كده ومقفول زي ما هو، وعشان ما يتقطعش كده ويبقى شكله حلو. يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله، انتظروا بقى النتيجة في الاخر ان شاء الله باذن الله. جيت هنا بصوا برضو لما بنيجي نحشي الحاجة مش بملاه رز قوي، علشان خاطر الرز لسه هيكمل سوا، وعشان يكون مستوي كويس من جوه، وبيطلع معايا ما شاء الله تبارك الله مستوي ومفلفل وزي الفل وجميل جدا جدا. انا كنت بقى من اليوم اللي قبلها، كنت وانا قاعده كده
مع نفسي رحت ايه جايبه البتنجان بتاعي اللي احنا كنا جايبينه، ورحت ايه اللهم صل على النبي، رحت مقوراه ورحت حطاه في شنطه ورحت قافله عليه وحطاه في التلاجة من بالليل. تيجي بقى ايه تاني يوم تطلعيه ونقعته في ميه زي ما حضراتكم شفتوا في اول الفيديو، وبعدين بقى بس بشطفه وبصفيه، بيطلع زي الفل ومفيش اي حاجه خالص، وبيقطم كده ودايب حرفيا، وحلو خالص خالص. ما تقلقيش ان انت لما تقوري البتنجان والكوسه من اليوم اللي قبلها مفيش فيها اي مشاكل خالص، مش هيحصل حاجه. كنت عملت بقى كده التسبيكه، وكانت الكهرباء قطعت عليا في الوقت ده، فرحت التسبيكه كانت خلاص اتعملت زي ما حضراتكم شفتم، قلبتها بقى في الرز، وكنت كمان الخضره كانت خلاص اتصفت من ميتها، وقطعتها وحطيتها بقى على تسبيكه المحشي بتاعي، وكده خلاص بقت تسبيكه المحشي جاهزه وزي الفل. طبعا بقى يوم المحشي ده بيمشينا يومين اتنين بناكل، يعني بيمشينا اكل يومين اتنين، وكمان ممكن بقى ايه اليوم التالت في اوقات بيتبقى كده ايه طبق محشي، اطلع من الفريزر قطعة المكرونة اللي بقول لحضراتكم ان هي كانت باقية عندي من صينية النجريسكو بتاعت، طبعا انا حطاها في الفريزر، من صينية النجريسكو اللي هو اللي بتاعت الاسبوع اللي فات، يعني يبقى يوم بواقي. مش شرط لحوم، مش شرط فراخ، ممكن تعملي كده طبق مخلل، طبق سلطة، ممكن تحمري طاسة بطاطس تبلع كده الاكل، يعني مش شرط كل يوم فراخ ولحوم. وبرضو ما ينفعش جسمنا لازم يدخلوا بروتين، لازم يدخلوا إيه فراخ لحمه مثلا مرتين في الاسبوع، مره في وسط الاسبوع ومره في اخر الاسبوع، حتى لو يوم في وسط الاسبوع يوم واحد ويوم في اخر الاسبوع، يعني المهم يدخل لجسمنا اللحوم. ف وبقيه الاسبوع بقى بتتقضى بيض وبطاطس مكرونه، إيه مثلا صينيه نجريسكو او صينيه مكرونه بشاميل اللي انت تحبيه، إيه مثلا ملوخيه وبتنجان، وندقلك كده بتنجان على شويه الشوربه، نعمل شويه ملوخيه، يبقى اليوم بيعدي وزي الفل. يوم كده حرش مثلا نحمر بطاطس وبتنجان وطعمية ونسلق بيض، واليوم بيعدي وفضل ونعمة الحمد لله. هو دلوقتي احنا بنتكلم على حيرة اكل، مش بنتكلم بس على التوفير، لان هو دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها توفير بصراحة، كل حاجة غالية، ابسط الاكلات غالية. يوم مثلا نعمل عدس، يوم نعمل بصار، طبعا الشتاء جاي ولا يحلى الشتاء الا بالعدس، الا بقى بشوربة العدس كده، وتقرمشي كده تقمشي كده عيش وتقطعيه ويبقى جميل جنب شوربة العدس وبصل، حاجة كده زي الفل. الاكلات دي احنا بنعملها. يوم كشري بطاطس اللي هو الكشري بالرز، انا كنت عملته مع حضراتكم قبل كده. بصوا الاكل ده الشتاء والسقعة بتاعت الشتاء بتحب الاكلات اللي هي ايه بتدفي، فالاكلات دي كلها نعملها والحمد لله ونحمد ربنا، وربنا يديمها نعمة علينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. كانت بقى الديك بتاعي كان خلاص استوى، وكنت ظبطت الملح بتاع الشوربه. والمحشي البتنجان لما انت بتيجي تحشيه مش بتملي البتنجانه رز، يعني زي ما حضراتكم شفتوا تلتين البتنجانه او تلات ارباع البتنجانه بملاها رز، انما بقيه البتنجان بسيبه فاضي، لان لسه الرز هيزيد علشان خاطر لما المحشي يستوي ما يبقاش الرز خارج لبره، ما يبقاش فوق البتنجانه كده والحله خالص غرقانه في الرز. والمحشي لما بيبقى واقف الرز ما بيخرجش منه ولا اي حاجه خالص. بس ايه سقيته بالشوربه، ولما بيغلي طبعا الشوربه بتزيد، فبتبقى ايه كله بيستوي، حتى اللي في النص اللي هو الشوربه مش مغطياه، هو بيشرب من الشوربه وهو بيستوي، فبيبقى مفلفل من جوه ومستوي طعمه ما شاء الله تبارك الله زي الفل. بسيبه يغلي كده حوالي 5 دقايق علشان اتاكد ان هو من كل الجهات بيغلي، وبعدين بروح بقى مهديه عليه واسيبه بقى يعيش مع نفسه. وهو بقى بيعيش مع نفسه قلت كده ايه احمر كده الديك اللي عندي، الديك بتاعي ده في معلقه سمنه بلدي كده، هي طاقه معايا كده النهارده ان انا عايزه اكل فرخه محشيه رز، والحمد لله الحمد لله طول برقبتي وما اتقطعش، احمدك يا رب واشكر فضلك، ما اتقطعش معايا الحمد لله، ببقى خايفه ان هو يتقطع. فقلت كده ايه احمره بقى في معلقه سمنه بلدي، يبقى طعمه حلو كده، بيفكرني بايامنا عند ماما بجد والله العظيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر، ربنا يا رب يجازي مامتي وبابايا امي وابويا على اللي هم عملوه معانا.
على اللي هم الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اكلونا الحلو كله وعيشونا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. احنا مبسوطين بالعيشه اللي هم كانوا معيشها لنا، مش حارميننا من حاجه. ربنا يبارك في عمرهم ويديهم الصحه يا رب ويخليهم لنا. كان ما شاء الله تبارك الله الحاجات دي كانت خير كبير جدا 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 عند ماما وبابا، ربنا في البيت هناك. فالحمد لله الحمد لله. اكلونا وفرحونا وشبعونا وبسطونا، وفوق ده كله اللهم لك الحمد ولك الشكر بشهادة الكل. ربنا أحسن تربية، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. فربنا يا رب يجازيهم عنا خير ويبارك في عمرهم ويبارك في صحتهم يا رب، ويخليهم لنا كده يا رب، ويبارك في عمرهم العمر كله، ويبارك لنا في أمهاتنا وأبهاتنا يا رب، ويرحم كل أم متوفية يا رب، ويرحم حمايا وحماتي رحمة واسعة يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين، ويرحم موتانا جميعا. هنا بقى انا كنت حمرت الديك الحمد لله وما اتقطعش معايا زي ما قلت لحضراتكم. وقلت بقى كده ايه، اعمل شويه ملوخيه. يعني بصوا بقى جنب الاكل كده. فكانت السمنه اللي انا كنت حمرت فيها الديك قلت اعمل فيها الملوخيه والطشه. انتوا عارفين ان انا بعمل الطشه الاول، بحط مثلا معلقه السمنه وبنزل بالثوم بتاعي وشويه الكزبره وبحمصهم شويه، وبعدين بنزل بالشوربه، وبعدين بنزل بالملوخيه. انا النهارده قلت ملوخيه ناشفه سهله وسريعه كده على طول. وكنت اتسالت على الملوخيه الناشفه يا بسمه احتفظ بيها فين؟ بصي يا حبيبتي، احتفظي بيها في علبه وعلى رف التلاجة، تفضل عندك طول السنة. يعني أنا كان عندي من بتاعت السنة اللي فاتت، تمام، بتقعد عندك طول السنة ما شاء الله تبارك الله زي الفل وما بيجرالهاش أي حاجة. حطيها في التلاجة، يا إما في علبة يا إما مثلا في شنطة في كيسة، وحطيها مثلا في درج التلاجة، إنما احتفظي بيها في التلاجة وخلاص، وهتبقى معاكي إلى ما شاء الله لمدة سنة خضرة وجميلة زي ما حضراتكم شايفين. دي ملوخية ناشفة كده. انا خلاص الغدا بتاعنا النهارده دي كده الملوخيه بتاعتنا ما شاء الله جميله جميله جميله، والمحشي بتاعنا ما شاء الله. بصوا مفيش بقى رز خارج بره ولا اي حاجه. ليه؟ لان احنا مش ماليين البتنجانه قوي، والرز مش خارج منها. وحشيت بس كده كام فلفلايه معاها وخلاص، والفرخه بتاعتنا الحمد لله يا رب. وده كده كان غدانا النهارده، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنقعد بقى نتغدى كده، وانا عملت بس بعمل الملوخيه جنب محشي، او مثلا لسان عصفور اوقات جنب محشي او كده كشوربه، ان هي بس بتبلع كده الاكل وخلاص، يعني فاهمين؟ بدل ما احط طبق شوربه، انا بحب اعمل ايه، طبق ملوخيه او طبق شوربه لسان عصفور وخلاص. ده كده كان غدانا النهارده. فاتغدينا بقى الحمد لله يا رب والشكر لله. وبعد بقى ما اتغديت عايزه اقول لكم انا عندي السطح فوق مقلوب قلبان السنين. بقول لكم كان اللي الديك الله يسامحه ويرحمه بقى كان مجنن الفراخ، كان ماسكهم بيرنهم. شوفوا ريشهم عامل ريشهم ازاي، كان يعني ناتف ريشهم كده حرفيا. والبط الله يهديه برضو مبهدل الدنيا. فانا قلت لهم بصوا انا يعني اخر النهار كده على ما اساسا اكون خلصت الغدا وخلصت اللي ورايا، اطلع بقى للسطوح. وكمان الفراخ البيضة في اليوم ده كان عندها 19 يوم او 20 يوم، انا جايبهم يوم 29. والنهارده كام؟ اللهم صل على النبي، النهارده 17. يعني 19 يوم، 19 يوم ما شاء الله تبارك الله، حجمهم حلو جدا جدا، اللهم لك الحمد ولك الشكر، وهم زي الفل. ما كانش فيه بس غير زي ما قلت لحضراتكم، كان في بعض واحده او اتنين حمام بني، انا لحقتهم بالفلاجيل، حبايه فلاجيل اللي هو البشري. دقدقتها كسرتها وحطيتها ايه على سقايه الميه، لتر ميه، شربوها يوم اتنين، بعد كده بقت ما شاء الله بقوا زي الفل. وكنت كنسة اليوم اللي قبلها تحت الفراخ البيضة، فتحتهم ناشف ونضيف، وده اهم حاجة علشان نحافظ على الفراخ البيضة ان هي يعني ايه الدورة بتاعتها تكون كويسة وكده ان شاء الله بإذن الله. فالنهاردة كان 19 يوم، قلت لهم بقى ايه كفاية كده عليكم علف ناعم. إيه هو مثلا بيقعدوا 20 يوم 19 يعني 3 اسابيع حاجة زي كده بالنسبة للعلف الناعم. اللي هو تركيز 23. العلف بتاعي النوع اللي انا بستعمله اللي هو الصلاح، يا ناعم يا خشن، مفيش وسط. فانا شلت الاكل من قدامهم
قلت على مكنس تحت البط. في الوقت ده كنت كنست تحت البط وكنست الاوضه، سبت بس الجزئيه اللي في النص عشان هما بقوا ايه موقعين شويه من الاكل وكده، فسبت لهم المكان ده ينقروا فيه عشان ياكلوا الاكل اللي هما موقعينه. انما البط انا كنت كنست المكان وكنت قفلت علشان اسيب الارض تنشف وتتهوى، لان البط ابن اللذينه بيبهدل دايما تحته، بيبقى تحته مبلول وكده. ما شاء الله تبارك الله. البط عمره مثلا حوالي، اللهم صل على النبي، مثلا يجي شهر ونص حاجة زي كده برضو. والبط والفراخ كنت شايلة الأكل من قدامهم علشان أجوعهم شوية، عشان خاطر أنا هحط العلف الخشن على طول اللي هو تركيز 21. تمام، أنا خلاص فترة اللي هو 23%، تركيز 23%، خلاص كده كفاية قوي عليه. وهحط لهم بقى التركيز 21 اللي هو العلف ده خشن. تمام، هنكمل عليه لاخر الدوره، بس انا مش باكلهم علف صافي لاخر الدوره، لا، انا من يوم 19 او من يوم 20، يعني لمده 10 ايام هاكلهم العلف ده علف صافي بس. لما يجيبوا عندي شهر ولما يتموا الشهر ببدا اضيف لهم دي شيشه مع عيش، دي شيشة مع عيش اللي هو المتكسر ده. إيه ما شاء الله، العيش بيشيل اوزان، بيخلي الفرخة تشيل وزن، وكمان بتحس ان هي طعمها زي البلدي، حاجة نظيفة، واكلة شيشة مع العلف مع عيش، يعني حلوة جدا. وادام احنا غيرنا العلف، يعني انا من علف لعلف، من تركيز 21 من 23 ل21، لازم نحط مضاد للسموم. مضاد للسموم هو ايه؟ علاج بيتجاب من عند البيطري، بس انا اللهم لك الحمد لك الشكر، انا مش بحط لهم حاجه من عند البيطري يعني وكده، دكتور البيطري. فانا بديله اللي هو معلقتين خل، انا حاطط لهم معلقتين خل على السقايه دي. هما عشان العلف ياكلوه. لو انتي مثلا حطيت لهم العلف ده وما اكلهمش، جوعيهم، شيلي الاكل من قدامهم ساعتين 2، وبعد كده حطيه هتلاقيهم هياكلوه غصب عنهم، الجوع هيخليهم ياكلوه. انا في الاول استغربوه، بس على ما قعدت معاهم شويه كده ما شاء الله تبارك الله راحوا واكلوا. والميه بالخل دي كل كام يوم كده احط لهم معلقتين خل، يومين حطي مثلا عصرة ليمونة، يومين كمان روحي حاطه عسل اسمر. لو ما فيش اسهال، عسل اسمر فاتح شهية وفيتامين، وما شاء الله بيفتح الشهية كده للفراخ يخليها تاكل. فبس ده كل اللي انا بعمله للفراخ، انا ما حطيت لهمش اي حاجة، حتى والله ما حطيتش عسل ولا اي حاجة لحد دلوقت. انا بس اول حاجة احطها هي الخل المرة دي عشان خاطر مضاد للسموم في الفترة بتاعة تغيير العلف وكده. والفراخ عندي كان بواقي المطبخ بقى، تنظيف الخضرة، انتوا عارفين حاجة اللي هي بتطلع يعني من المطبخ وكده، فكنت حطها لهم، هم ما شاء الله كانوا بياكلوها، ربنا يا رب يبارك. والبط برضو سبته شوية ودنتنا قاعدة معاهم لحد ما الأرضية بتاعتهم نشفت خالص، والمكان ما شاء الله بقى ناشف وزي الفل. وفتحنا على دول كده وهويناهم وبسطناهم، ويبقوا زي العسل ومبسوطين. خلاص بقى الارض بتاعتهم نشفت، واللهم صل على النبي، فرشتها بالتبن وحطيت لهم الاكل بتاعهم. وكمان غسلت السقايه، مهم قوي قوي نظافه السقايات ونظافه المكان، الحاجه كده تبقى طالعه ما شاء الله تبارك الله، بتبقى نظيفه، يعني عارفين اللي هو ايه. انا الحله دي كبيره، انا حاطه لهم فيها إيه الميه وكده. وهنا بقى ايه ما شاء الله كانوا معطشانين وكانوا بقى بيشربوا وبياكلوا. وربنا يا رب يملى بيوتنا جميعا بالخير والبركه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويطرح البركه يا رب في بيوتنا، ويصلح حالنا ويوسع ارزاقنا يا رب، ويرزقنا البركه، اللهم امين. ويبارك لنا في اولادنا ويرزق كل مشتاق بذريه صالحه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هم انبسطوا كده، ده انهم رايحين جايين مبسوطين بقى بالايه، غيرنا لهم الفرشه كده نظيفه وزي الفل تحتهم. وحياتكم هتكمل يوم، يعني بصوا بكره وبعد بكره هكنس تاني الكنسه اللي انا كنت كنساها دي، انا بكنس يوم ويوم تحت البط. ربنا يا رب يبارك ويطرح البركه، انا اهم حاجه الحاجه كده تكون نظيفه وزي الفل. ده كده الفيديو بتاعي معاكم النهارده، ده كده روتيني معاكم النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير ودعوه حلوه من قلبكم. ربنا يا رب كده ادعوا لي دعوه حلوه بظهر الغيب ولكم بالمثل. ومتشكره جدا 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 على كل دعوه وكل تعليق انتوا بتكتبوه. ربنا يبارك لي فيكم ويسعدكم، انتوا نعم الاخوات اقسم بالله. ربنا يصلح حالكم يا رب، ويبارك لكم في بيوتكم، ويبارك لكم في رزقكم وفي حياتكم، اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.